الملوخيه ورز وفراخ. الله اجري يا ريس. الراجل اللي وراكي اصلا هياكل معايا. بصي هو كان في ست يعني في حياتي. طب ليه نطبخ؟ قعدت 3 سنين عاطل، انتوا جايبيني تهزقوني. هاي معامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. احنا أليكس بنك، وقبل ما ابدا معاك انترفيو النهارده هعمل معاك ابلكيشن فورم كده سريعه، اسالك كام حاجه وجاوب عليا. يلا. اسمك بالكامل؟ محمد اسامه عبد الحق. جنسيه؟ مصري ايطالياني. المهنه؟ المدير التنفيذي بتاع شركه مو فودز. تاريخ الميلاد؟ 26/11/75. عايزه اعرف تفاصيل اكتر عن شغلك. قول لي بقالك كام سنه خبره المطاعم؟ شغال في مجال المطاعم دلوقتي بقالي 25 سنه تقريبا. اكتر نوع مطبخ بتحبه؟ شرقي. بتحب طبق معين تطبخه او تاكله؟ الملوخيه ورز وفراخ. ايه الاكله اللي استحاله تاكلها؟ الحاجه الوحيده هي الاستاكوزا عشان عندي حساسيه منها، غير كده اي حاجه هتحطيها قدامي خلاص. لا اكل. مو احنا كده اتعرفنا عليك على الوش، عايزين نتعرف عليك اكتر في بون ابيتي. مو دلوقتي في بون ابيتي قدامك طبقين، خلينا نفتح طبق نشوف ايه اللي تحتيه. الموبايل، ايه اللي مفتوح على الموبايل؟ ده البيج بتاعتي. جات لك منين فكره انك تجرب اكل مو بيسترو على تيك توك؟ هو الموضوع ابتدى، كان في صديقه ليا من زمان جدا، اول ما فتحت مو بيسترو كان السوشيال ميديا ابتدت تقوم وكده، قالت لي لازم تبقى ذا فيس اوف ذا براند، انت شخصيتك اطلع وابقى ذا فيس اوف ذا براند. المهم عدت السنين وقابلت شركه ايرس، وقعدنا اتكلمنا مع بعض واتكلمت في الموضوع ده، وهم اللي خلوا هذا الحلم يصبح حقيقه يعني، واشتغلناها بطريقه يعني. اول يوم صورنا قلت لهم بصوا هتفتحوا الكاميرا وانا هتكلم يعني، ومن ساعتها واحنا كده بنفتح الكاميرا وبنهزر وبنتكلم، وسبحانك يا رب العالمين فرقت الشغل يعني. خلينا نشوف ايه اللي موجود في البليت التاني. الله اجري يا ريس. عايزاك من غير كسوف تقول لي ايه اول راتب اخدته؟ يا 250 جنيه 350 جنيه، وده كان في الانتر كونتيننتال، كنت ساعتها تريننج. ايه اكتر حاجه بتصرف فلوسك عليها؟ حياه المطبخ، بحب قوي حياه المطبخ. هتلاقي جبت الحياه الصغيره مش عارف ايه بتاع اطباق كلام من ده، طاسات، لسه جايب طاسات ستينلس رهيبه. ايه الميل اللي ممكن تدفع فلوسك كلها وتفضل تاكلها حياتك كلها؟ بصي ايه الميل اللي ممكن ادفع فيها فلوسي غير اللي ممكن اكلها طول حياتي؟ اللي ممكن اكلها طول حياتي رز وملوخيه وفراخ. خلي بالك لما بقول رز وملوخيه وفراخ قصه مش كده، هي هتتعمل ازاي؟ الفراخ هتتسلق الاول وبعدين هنحط الطشه ده امتى؟ مزاج عالي. الراجل اللي وراكي اصلا هياكل معايا. اما اللي ممكن اصرف فيها فلوس عشان هي غاليه، كبده الفراخ، كبده البط الفريش اللي هي الفواجرا، بس اللي بيتعمل في الطاسه، دي حاجه غاليه. بس زبده كلنا جوعنا دلوقتي. ممكن اكلها على اي حاجه. احنا دلوقتي خلصنا السيكتور ده وهنروح على اللي بعديه، تشوز يور فليفر. مو دلوقتي في تشوز يور فليفر هيبقى فيه 3 فليفرز، حلو حادق ومشطشط، وكل فليفر منهم هيبقى مكتوب عليه اسئله تقراهم وتجاوب عليها. خلينا نشوف اول فليفر ايه. حلو. قلت انت مش عايز تفتح فروع تانية لمو بيسترو، ايه السبب؟ السبب ان انا خليت مو بيسترو 4 فروع وهنقف عند كده، ممكن نعمل فرع كمان، ممكن نعمل في الساحل بس في المحدود، عشان الفروع تفضل والبراند يفضل عزيز، ما ينطورش، ما يبقاش في كل حته، يفضل ليه تقله، ونفضل احنا مركزين في عدد معين منه عشان الكواليتي تفضل عاليه. احنا كده خلصنا الحلو، خلينا نشوف الفليفر اللي بعديه. اوكي. مشطشط، قول لنا حاجة ندمت انك عملتها في شغلك. ان في شركتي الاولانية انا شخص ايموشنال شوية، فساعتها ما كنتش عارف اتحكم ما بين الايموشنز والشغل، يعني بمعنى كان زعلي ممكن يأثر على اجتهادي. دي حاجة اتعلمتها، ان ايا كان اللي بيحصل ان شاء الله بموت، ده ملوش علاقة بالشغل، الشغل لازم يستمر يعني. عمرك دقت اكلة من حد وقلت له تسلم ايدك وكان طعمها وحش؟ وكانت ايه الاكلة؟ بصي هو كان في ست يعني في حياتي بصراحه، وهي يعني كانت بمثابه نسيبتي يعني، وهي كانت ست كبيره يعني. انا شفتش ليه. طب ليه نطبخ؟ دايما على ترابيزه ودايما في ابتسامه، انا يعني هقول ايه؟ وراجل بحب الاكل، مش عارفه غالي قوي في الموضوع اللي هو تسلم ايدك وبتاع. استغفر الله العظيم. كده يعني. احنا خلصنا كده مشطشط، هنروح على اخر فليفر. يلا بينا. حادق، قعدت 3 سنين عاطل، انتوا جايبيني تهزقوني. قعدت 3 سنين عاطل ومن غير شغل. قول لنا اكتر حاجه اتعلمتها في الفتره دي ايه؟ لا اتعلمت كتير قوي، دي عايزه لها حلقه لوحدها يعني. بس كانت فتره كان الشغل على نفسي فيها، واعترافي لنفسي بحاجات كتير قوي فيا، حل مشاكل طفوله، حل عقد نفسيه. انا عايز ابقى ايه؟ عايز ابقى مين؟ انا تهت مني. انا مش انا. انا مش انا.
علمتني ان في حاجات كتير قوي انا كنت فاكر ان انا محتاجها عشان اعيش، انا مش محتاجها. علمتني ان الماده مهمه بس المقتنيات ما فيهاش السعاده. علمتني ان الناس اللي قربت مني وقتها قربوا مني عشاني انا، مش عشان انا شخص ناجح او معايا فلوس او عشان اي حاجه. فيمكن ادتني احلى حاجه في حياتي، ادتني ناس حقيقيه وخلتني انا اشوف بطريقه حقيقيه اكتر وافهم نفسي اكتر. ما احنا اتبسطنا معاك قوي ومتضايقين ان الانترفيو ده خلص. انا اللي انبسطت بيكم. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو، اتبسطت بيكم وعايز اخدكم بقى على رز ملوخيه وفراخ مع بعض. يا ريت، احنا مش قادرين خلاص.